السلام عليكم ورحمة الله. اقترحنا نهار اليوم أو وصفة اليوم فعلا كتجي رائعة بزاف بزاف بنينة ولذيذة سهلة في التحضير ديالها. اليوم إن شاء الله غادي نوجدوها للعشاء أو للغدا. كنتمنى فيديو اليوم ينال الإعجاب ديالكم فضلا وليس أمرا. اللي كيشوف الفيديو أول مرة يبارطاجيه وما ينساش تخليو ليا لايك للفيديو للتشجيع واشتراك، ضغطوا على زر الاحمر وتفعلوا زر الجرس باش دائما توصلوا بالجديد ديال الفيديوهات وقت ما نزلت شي فيديو يوصلكم. هنا بلا ما نطول عليكم الحباب غادي ندوز ان شاء الله في تحضير الوصفه ديالنا. بسم الله على بركه الله. هنا غادي ناخذوا مقله ندير فيها الدجاج اللي مقطع طريفات صغار. ممكن تعوضوا الدجاج بالكفته، اللي باغي يدير الكفته اليوم ان شاء الله غادي نحضروا الطاكوس اللي ساهل بزاف بزاف واقتصادي وصحي لينا ولوليداتنا. تحضروه في البيوت ديالكم تيطلع بالثمن اللي هو رخيص بزاف على الطاكوس اللي كيتباع برا. انا كناخذ هذا الدجاج اللي سبق ليا غسلته بالملح مزيان صدر ديال الدجاج وقطعته طريفات صغار درته في المقله. هنا الملح ما درتهاش فيه حيت انا الدجاج كنغسلو بالملح مزيان وكندير ليه الحامض والخل حتى كيولي نقي وتيكون مالح، يعني تيهز الملوحيه ديالو. هنا كنديرو بسم الله واحد شويه ديال السكينجبير وغادي نصب زيت الزيتون، ممكن تنصبو بزيت نباتيه عادي، وشويه ديال البزار. الخرقوم البلدي غادي نزيد واحد شويه من بعد ما كيتشحر عندي هذاك اللحم. المهم خديت المقله غديتها فوق البوطه خليتها كطيب. هنا خديت بطاطا ممكن تقليوها ممكن بتؤكل يكون صحي الا ما بغيتوش تكثروا ليها الزيت. كما غادي ندير انا ان شاء الله غادي نقطعها كما شفتوا معايا، حيت لها القشره ديالها بعد ما غسلتها مزيان وقطعتها بحال الشكل ديال الفريز. ومن بعد ديك الساعه غادي نقطعها مكعبات اللي كيكونوا صغار، غادي نديرها في كاسرونه اللي فيها الماء اللي هو طيب، وغادي نخليها كتسلق نص سلقه مع واحد شويه ديال الملح. بهذه الطريقه هذه كتجي بطاطا مقرمشه وكتجي سهله في التحضير. مادام حنا غادي نديرو ان شاء الله العشاء غادي نوجدوه بهذه الطريقه هذه. من بعد كناخذوا الفلافل، عندي ثلاثه ديال الانواع. غادي نكمل معكم ان شاء الله نقول لكم شحال عندي ديال الفلفله كيفاش غنقطعوها. هنايا المقله بعد ما كتشحر عندي هذا اللحم شويه كنزيد عليه زيت، عفوا كنزيد عليه الخرقوم بلدي وصافي غادي نحركو. غادي نديه فوق البوطه. هنا جبتو لكم على حساب الكاميرا، كنت كنصور بالتليفون وما كانش راسيه. المهم البلاصه اللي كنحط فيها الكاميرا تهرست. هنايا غادي ناخذ سميتو الفلافل اللي قلت لكم. هنا الفلفل الاحمر كنقطعها بحال هذا الشكل كي كتكون رقيقه باش التبلينه دغيا باش كتجي زوينه في ملي كنعمروا الطاكوس ديالنا ان شاء الله. غادي نقطع هاد الفلفله اللي كتكون حمراء وغادي ندوز نقطع الفلافل الثانيه اللي باقيين عندي. هنا الخضره قطعتها بنفس الشكل، والفلفله الصفراء، يعني ثلاثه ديال الانواع ديال الفلافل. وهاد الكميه اللي درت انايا ديال الطاكوس ديال الحشوه ممكن يعني نتوما تحضروا على حسب الافراد الاسره اللي عندكم، داكشي اللي بغيتي نتياي. هنا درت هاد الشيء في المقله اللي كان فيها الدجاج. المهم بعد ما تشحر عندي الدجاج خليته على جنب ودزت حيدته، وهذيك المقله نفس المقله درت فيها البصله ودرت فيها الفلافل. المهم بصله درتها في جهه واحد والفلافل في جهه واحد، زدت عليهم واحد شويه ديال الملح والزيت وشويه ديال البزار وبديت كنحرك فيهم حتى تشحروا مزيان. هنا كناخذوا هاد العجينه ديال الطاكوس. هنا دهنتها بالمايونيز اللي مخلط واحد شويه مع شويه ديال لاموطارد وشويه من زيت الزيتون. كندير المايونيز هو الاول فوق العجينه، من بعد ديك الساعه كندير شويه من هذيك الفلافل والبصله اللي شحرنا ما شاء الله ريحتهم كتشهي، ومن بعد كندير الدجاج اللي شفتوا معايا دابا.
اللي كنت شحرته، كنت درته في هذه المقيله الصغيره وريته لكم هي كيتشحر مزيان مزيان. ومن بعد كنديروا من هذيك البطاطا اللي قلت لكم، بطاطا الطريقه اللي درت. المهم كي سلقتها درتها في الصفايه، صفات مزيان مبقاش فيها القطره ديال الماء، ودرت شويه ديال الزيت في المقله. ومن بعد درت هذيك البطاطا وبقيت على التحريك المستمر حتى تحمرات وجا اللون ديالها زوين. هنا غير الاضاءه مره كتكون قليله ومره داكشي علاش ما كتبانش. المهم راه جات مقرمشه وزوينه بالطاطا. كنديروا القياس من هذاك الشيء اللي بغينا، وممكن تستغني عليها الا ما بغيتيهاش ديريها في هاد تعمري بها الطاكوس. من بعد هنايا كنزيد هذاك المايونيز اللي انا وجدته، يعني وجدته بوحدي في البيت، كيجي زوين زوين بزاف وصحي، ودائما كنحضره اللي باغيه الطريقه تقولها ليا. هنايا صافي كنعمرها وكنطويها بحال هذا الشكل هكا، وكنحطها على جنب وكندوز الكميه الثانيه على حسب الحشوه اللي عندي. تقريبا انا خرجت من هاد الحشوه اللي شفتوا معايا، يعني درت 4 منهم. صافي غادي نطويوها بكل سهوله، كنخليها على جنب وكندوز الثانيه. هنا راني كنطيب فيهم، شفتوا معايا ما شاء الله. كنديروها في الاله ديال سميتو البانيني ديال الطاكوس، وكنخليوهم حتى كياخذوا يكملوا. اصلا هما طيبين، الحشوه طيبه وكلشي طيب، غير باش يذوب لينا هذاك الفرماج. عفوا ما ذكرتش لكم فرماج الفرماج مع الحشوه ضروري من الفرماج. المهم كنديروا الفرماج على حسب الكميه اللي كتفضلوا من فوق هذيك الحشوه اللي درنا، وديك الساعه كنسدوا عليهم باش كيتعلق لينا هذاك الفرماج. وكنستمر على نفس العمليه هنا كما قلت لكم. التصوير كان قليل، كان غا والدي كيصور فيا، مع كانت ترست لي هذيك اللعيبه ديال الكاميرا، ولقيت مشكل والله العظيم باش نكمل لكم هذا الفيديو. المهم هنايا كندير نفس العمليه دائما. كنديروا هذاك المايونيز والكيتشوب، انا ما درتوش، ممكن ديروه نتوما يا اللي كيبغيه، كيجي حتى هو بنين في الوصفه. كديروه في الوسط ديالو او كتحطوه تقدموه مع الطاكوس من بعد ما كيطيب. هنا نفس العمليه كنديروا الحشوه ديالنا وكنديروا الدجاج وكنديروا الفرماج. كنسدوا على هاد العجينه اللي كتكون حتى هي طيبه نص طيبه، وكنطيبوا الكميه اللي كاينه عندنا. وغادي تشوفوا معايا بعد ما كيطيب ما شاء الله كتجي فيه واحد البنه رائع بمعنى الكلمه. وما كنساوش واحد رشيشه ديال الزعتر، نسمتو بالزعتر، يا سلام كيجي فيه واحد المذاق بنين 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 بلا قياس، وصحي ولذيذ واحسن من الجاهز بصراحه. الا حضرتي في البيت ديالك درتي ليه نفس الطريقه كيجي زوين ومعلق من الداخل ديالو وبنين اقتصادي. مهم حاجه الدار دائما كتكون زوينه. وهنايا كندير من هذيك البطاطا اللي قلت لكم، شفتوا معايا راه درت فيها غير شويه تاع الزيت، وبقى في المقلانيت اللي قليت فيها هاد البطاطا، يعني شويه ديال الزيت وكندي وكنجيب فيها صافي حتى كتقرمش هذيك البطاطا وكتجي زوينه. انا راه عمرت مزيان مزيان باش كيجي بنين وكيجي معلق. هنايا كزدت ليه المايونيز، كيعجبني يكون فيه المايونيز، وكذلك كنقدمه معاه بعد ما كيطيب. وهاد العجينه ديال الطاكوس حتى هي حضرتها، يعني ما شريتهاش جاهزه، يعني صايبتها بيوم من قبل. غادي ننزلها لكم ان شاء الله في القناه. وهذا هو الشكل النهائي. قسمت معكم هنايا واحد الوحده كما قلت لكم، ما لقيتش كيفاش نصور او نحط التليفون باش نصور. هنا غير صورت لكم الصور ووريتهم لكم. كنت باغيه الصراحه نقطعو باش تشوفوا معايا، يعني اي حاجه كنوريها لكم كنت باغيه ندوز لكم اللقطه وانا كنقطع فيه، ولكن للاسف ما لقيتش كيفاش ندير. هنا قطعت الحبه ديال الطاكوس او الوحده،
وهذه هي الصورة عن قرب، ما شاء الله كيجي بنين وفيه واحد التعليكة يا سلام، ولذيذ لذيذ بزاف، سهل في التحضير ديالو، مكوناته بسيطة. كنتمنى الوصفة تنال الاعجاب ديالكم، ونتلاقاو مع فيديو جديد. ما تنسوش الاشتراك في القناة. خليتكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.